كشفت تقارير صحفية عالمية عن دخول نادي النصر في مفاوضات رسمية من أجل التعاقد مع الدولي الكولومبي لويس دياز لاعب فريق ليفربول. وكتب فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات عبر صفحته الرسمية على منصة إكس أن المحادثات بدأت من جانب نادي النصر السعودي. وأضاف رومانو أن المفاوضات الأولية تمت من خلال التواصل مع إدارة ليفربول لضم الدولي الكولومبي خلال هذا الصيف. وواصل رومانو أن لا يوجد أي اتفاق تم مع إدارة ليفربول، حيث يسعى نادي النصر إلى ضم لاعب جناح، ويعد دياز هو الهدف الأساسي والرئيسي للنادي العاصمي. وبذلك يدخل نادي النصر في منافسة مع بايرن ميونخ، والذي أبدى النادي البافاري رغبته في ضم اللاعب مقابل 52 مليون جنيه استرليني، إلا أن نادي ليفربول يريد الحصول على ما يقرب من 80 مليون جنيه استرليني. ويعد الدولي الكولومبي هدفاً أيضاً لنادي برشلونة، إلا أن النادي الكتالوني ليس على استعداد لتنفيذ المطالب المالية لنادي ليفربول. وشارك صاحب 28 عاماً مع ليفربول في 50 مباراة ليسجل 17 هدفاً إلى جانب صناعة 8 أهداف.